إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. المستمعات والمستمعين الأفاضل متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 22 من مارس. كما عودناكم دوما مستمعي ومستمعات الأفاضل أن نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، يعقب ذلك فاصل غنائي، ثم يقدم لكم الزميل أحمد الشريف وضمن برنامج نافذة ثقافية لهذا اليوم عرض لديوان الشاعر يبات علي فايد تحت عنوان عبث الحسان. ويقدم في الجزء الثاني أيضا عرض لكتاب خطر السوسيولوجيا المترجم مؤخرا عن الفرنسية. وأخيرا يشارككم قصيدة بعنوان أقبل الليل. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل أقدم لكم عناوين نشرتنا الرئيسة لهذا اليوم. مبادرة إثيوبيا لإحياء العلاقات الإريترية القطرية، وإيران تسحب سفيرها من كينيا، استقالة مفاجئة لديكتاتور كازاخستان. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. هذه إذاعة إرنا. أفادت مصادر دبلوماسية لإذاعة إرنا بأن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد قدم لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مبادرة لإحياء العلاقات الإريترية القطرية وإعادة جهود الوساطة القطرية لحل الخلاف الجيبوتي الإريتري. ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي إلى الدوحة في صباح يوم الثلاثاء في زيارة رسمية. قالت وسائل الإعلام الإثيوبية أنها تتركز على التعاون بين قطر وإثيوبيا في مجالات التجارة والاستثمار وتشجيع زيادة الاستثمارات القطرية في إثيوبيا. الجدير بالذكر بأن قطر كانت قد سحبت وساطتها في النزاع الحدودي الإريتري الجيبوتي بعد الخلاف مع السعودية، ونتيجة لوقوف كل من إريتريا وجيبوتي إلى جانب السعودية. وقررت قطر بناء على ذلك سحب قوات السلام التابعة لها، والتي كانت تتمركز في المناطق المتنازع عليها بين البلدين، وإنهاء مبادرتها لحل الخلاف الحدودي والتي بدأتها في سنة 2010. الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسم بأن بلاده سحبت سفيرها من كينيا. وجاء هذا القرار الإيراني بعد الاستياء من عدم قيام كينيا بترحيل مواطنين إيرانيين 2 إلى بلادهما بعد ترتيبات بين البلدين. وكانت محكمة كينيا قد حكمت في عام 2012 على كل من أحمد عبد اللطيف وسيد منصور بالسجن مدى الحياة، وتم تخفيف الحكم إلى 15 عاما. وكان الرجلان قد اعتقلا في كينيا وبحوزتهما متفجرات، واتهما حينها بالتخطيط لأعمال إرهابية وبالانتماء إلى حرس الثورة الإيراني. وكانت إيران قد طلبت ترحيلهما إليها، ولكن المحكمة لم تبت في الطلب الإيراني والذي قدم إليها في عام 2016. أعلن في كازاخستان صباح الثلاثاء الماضي عن استقالة الرئيس صاحب القبضة الحديدية في البلاد نور سلطان نزاربايف، ولم يفصح الرئيس المستقيل عن أسباب تركه للحكم. وأعلن في اليوم التالي عن تولي قاسم جومرات توكايف رئاسة البلاد خلفا له. وكان أول مقترح للرئيس الجديد هو تغيير اسم العاصمة لتأخذ اسم الرئيس المستقيل ويصبح اسمها سلطان نور بدلا من الاسم التاريخي لها وهو آسيتانا. وتم تعيين ابنة الرئيس المستقيل لرئاسة البرلمان، وبذلك سوف يمارس نزاربايف صلاحياته من خلف الستار كما يقول المراقبون. وحكم نزاربايف البالغ من العمر 78 عاما تلك الدولة الواقعة ضمن جمهوريات آسيا الوسطى لمدة 3 عقود وبقبضة من حديد، وكان حليفا مقربا من روسيا.
وأثارت استقالته غير المسببة قلقا في موسكو على مصير التحالف الذي يربطها بكازاخستان، والتي كانت إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرنا، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. مبادرة إثيوبيا لإحياء العلاقات الإريترية القطرية. إيران تسحب سفيرها من كينيا. وأخيرا استقالة مفاجئة لديكتاتور كازاخستان. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرنا. متابعة طيبة أتمنى لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إيرنا، صوت مستقل لإريتريا. مرحبا بكم آنساتي سيداتي سادتي إلى حلقة في برنامج نافذة ثقافية. هذه إذاعة إيرنا. في هذه النافذة أعزائي المستمعين نطل عليكم أثيريا عبر 3 زوايا. الزاوية الأولى ستكون قراءة في عبث الحسان للشاعر يبات علي فايد، ذلك بعيون النقاد في معية الناقد الأستاذ عز الدين مرغني، لهما عاطر التحايا والسلام. وفي زاوية أخرى سادتي نتناول خبر صدور كتاب تحت عنوان الخطر السوسيولوجي في نقد خطاب الحتمية الاجتماعية للمؤلفين جيرالد برونير وإتنين جيان، ترجمة الأستاذ حسن أجيج من المغرب العربي. وثالث الزوايا قصيدة إذا ما أقبل الليل للشاعر الإعلامي أحمد شريف. مرحبا بكم في كل نوافذ إذاعة إيرنا الدولية المشرعة. إذاعة إيرنا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الأعزاء، مرحبا بكم ثانية في إذاعة إيرنا الدولية من باريس. عبث الحسان يبات علي فايد بقلم الناقد عز الدين مرغني. هذا هو الديوان الثاني للشاعر يبات علي فايد، الذي يمتاز شعره برقة العبارة وطعم الرومانسية المحبب، حيث إن المدرسة الرومانسية في الشعر قد بدأت تعود بشدة حتى في أوروبا كما تقول المتابعات النقدية. وقد استخدم الشاعر يبات علي فايد تيار الوجدان الخاص للشاعر، أو ما يسميه بعض النقاد الوجدان الفردي. وقد استكان الشاعر يبات إلى السير بتيار الرومانسية، وهو متأثر في هذا الديوان بالشاعر الراحل نزار قباني. فالشعر عند يبات كما يقول الأستاذ مرغني هو وليد اللحظة، وهو مجيد في اقتناص الزمن الجميل الذي يعيش فيه، حيث توجد الحسناء أو المنظر الجميل أو الصحبة الراقية، فهدفه أن يزرع الروابي والأمكنة شعرا جميلا يتغنى به الآخرون، حيث يقول: تعالي تعالي ولا تدعي، ملهمات القصيدة يودعن ليالي ويسلمنني للخيال، تعالي لنزرع كل الروابي قصيدا ونقطف شعرا بغير افتعال. فشعره كما يقول السيد عز الدين، أي شعر يبات، هو شعر الفطرة وشعر الانفعال، وليس شعر الافتعال والصنعة، أي هو شعر الاستجابة الفورية للعاطفة وللعين التي تبصر من حولها الجمال فتنفعل وتتفاعل به، ويخرج الشعر شعرا بنفس درجة التفاعل والانفعال. فالشاعر الأستاذ يبات علي فايد في أشعاره التي يميل أغلبها إلى الشعر الوجداني قد تخلص من هيمنة العقل ورضا السلطان، أي رضي بسلطان العاطفة والشعور، فهو يهرع إلى الطبيعة يبثها أشجانه وأحزانه، ويستمد أغلب كلماته من معجم الطبيعة الحية يا أيها الغض المفلح بالصباح، ويقول: الجليد الذي كان، أو الجليد الذي كل من مس ذيل الشفق كان أحمرها والذي ضمه في نسق، ويقول: وجاء صوت حبيبي كشمس ليوم مطيرة. والرومانسية مع بعض الواقعية قد فتحت للشاعر يبات مجالا واسعا للسليقة الحرة، وجعلت إحساسه حرا منطلقا وشعوره متدفقا وطبعه وثابا وقلبه محبا مفتوحا للجمال بأبواب
كبيرة مشرعة، فهو يحيي للبراءة الأولى وزمن الطفولة ويحيا من أجله، ويدعو محبوبته لتعود مثله طفلة. تعالي نعش مثل طفلين، طفل أنا أنت طفلة. وإذا كان شعر يبات هو شعر الاستجابة العاطفية والاستكانة الجمالية، فقد استخدم بجدارة الجمل الصغيرة المكثفة والتي تميل إلى السردية، بحيث هو يعرض ساردا موقفه العاطفي وانفعاله الجمالي اللحظي، فهو يسرد حاليا فرحه وظمأه وطأطأة رأسه حاسرا وطعم قهوته والجلسة الرائعة والجميلة البائعة، وهو يميل أيضا في سطره إلى الحوار بينه وبين محبوبته أو بينه وبين صديقه. وجاء صوت حبيبي كشمس يوم مطير، فقلت سيدي وروحي، وقال لي يا أميري. فالشاعر يبات قد أقام ما يسمى بالجدل الطبيعي، ذلك الجدل الذي أنشأه الرومانسيون بين عناصر صورهم المجلوبة في الطبيعة بالكامل، حتى أصبحت مفردات الطبيعة وحركاتها وسكناتها وظواهرها وعوارضها بدائل أو معادلات موضوعية للمعاني الحقيقية التي يقصدونها أو التي أثارت عاطفتهم الحزبية. وإذا كان الشاعر قد لجأ إلى الحوارية في بعض قصائده، فإن البيت الأخير يكون رأي الشاعر هو الرأي القاطع والنهائي. وإذا كان الشعر عند يبات هو شعر الاستجابة العاطفية والفورية كما قلنا، فإن العلاقة العاطفية علاقة متنوعة ومتنقلة، كأنه نحلة تريد أن تذوق كل الأزاهير والورود فلا يكتفي بواحدة. لذا كما يقول الناقد الأستاذ عز الدين مرغني في شعر يبات، يقول: يميل الشعر عند يبات إلى الوصف الظاهري، ولا يكتب شعر الألم والآهات المصطنعة، وإذا استعصت إحداهن فالبديل موجود وجاهز، وهو قادر على إيجاد هذا البديل سريعا. يقول يبات: بلا ريب كل الذي قلته في النساء قبيلك يا حلوتي ترهات، ركبت من الخيل أصعبهن إليك فهن سوابح يا منيتي فارهات، وأعجب كيف أروم الوصول إليك ونهر عيونك يا حلوتي يحاصرني من جميع الجهات. ولأن الشاعر يبات ينتقل بعاطفته وهو أسير الملاحقة والوجه الجميل الحسن، فإن هذه العاطفة تتطلب موسيقى خارجية أكثر من الموسيقى الداخلية الخفية، وهذه الموسيقى الخارجية هي القادرة وحدها على إظهار العاطفة اللحظية. يقول في قصيدة هذا أنا: هوايا يا أميرتي، هوايا ما أميرتي لؤلؤة في قوقعة وجبة مرقعة، وقد يقال إنه بالونة مفرقعة دندنة وطرقعة. فهو يجعل لكل كلمة صوتا موسيقيا مسموعا، ففي هذه القصيدة تستحضر الصوت والصورة معا، أي تستحضر، فهو يجرد حينا ويجسد حينا، وهي مقدرة شعرية تصويرية ليست سهلة وليست هينة. وفي أغلب قصائده يستخدم الشاعر تقنية فن الفرجة الفنية، حيث تحتشد مجموعة من العناصر في بنية القصيدة. وفي هذا الديوان يتبين ولع الشاعر يبات بتحويل الكائنات إلى مسميات، فصوت حبيبته كشمس يوم مطير، وحبيبته مي بدر قد تحدر من غمامه، ويرشق حبيبته بالوداد فتهديه بعض هذا الكلام، والفراسة تخون ويتهاول الجلد. ورغم رومانسية المفردة الشعرية واستكانته للطبيعة، فإن الشاعر يبات أراد أن تكون مجازاته والتشبيهات البعيدة وتشبيهاته مواكبة لشعر الحداثة الذي يجنح إلى المجازية والتشبيهات البعيدة عن التقريرية والبعيدة عن الصور الشعرية الساذجة. وهذا الديوان كما يقول الأستاذ الناقد عز الدين مرغني يعتبر أشد عاطفية وعمقا من الديوان الذي سبقه. ففي هذا الديوان
حاول الشاعر أن يكون أقرب في لغته إلى الشعرية وليست النثرية اللفظية المباشرة، حيث الشكوى المباشرة والأنين المفتعل هو ما يقصده بالنثرية اللفظية في الشعر. أعزائي المستمعين، لازلتم مع إذاعة إيرنا الدولية من باريس وحلقة في برنامج نافذة ثقافية. هذه إذاعة إيرنا. عزيزي المستمع، في نافذة إصدارات نشير سيداتي سادتي إلى أن كتابا هاما صدر مؤخرا وفق ما نشر في الإعلام الإلكتروني. الكتاب عنوانه الخطر السوسيولوجي في نقد خطاب الحتمية الاجتماعية للمؤلفين جيرال برونير وإتنين جيان، المترجم من قبل الأستاذ حسن حجيج، الناشر مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء. فقد صدرت حديثا ترجمة الباحث المغربي في علم الاجتماع حسن حجيج لكتاب الخطر السوسيولوجي في نقد خطاب الحتمية الاجتماعية عن منشورات للمؤسسة أي مؤسسة الملك عبد العزيز. الكتاب سادتي الذي عنوانه الخطر السوسيولوجي للكاتبين اللذين أشرنا إليهما يدعو إلى الخروج من الثبات الدغمائي والالتزام بالقواعد الأبستمولوجية التي تحكم الحقول العلمية وتعبئه لمختلف المعطيات الفكرية، سواء تلك التي ينتجها علم الاجتماع أو علوم الدماغ، بغية تمكين غير المتخصصين من معرفة الرهانات الأساسية الملازمة لحقول وممارسات العلوم الاجتماعية. إن العالم المعاصر قد يكون أحوج إلى الإضاءات التي يقترحها علم الاجتماع بالنظر إلى التحديات الكبرى التي تواجهه، مقدمة أمثلة من قبيل تحديات مجتمع ما بعد الحقيقة وتلاشي الاستقرار السياسي للبلدان الديمقراطية وتصاعد السياسات الشعبوية. ويعد مبحث علم الاجتماع الذي توخى منذ نشأته بناء معرفة علمية يبدو اليوم عزيزي المستمع وكأنه في قبضة أولئك الذين يسعون لتحويله إلى مجرد أداة صراع سياسي باسم الحتمية الاجتماعية. ويتوجه هذا الكتاب المترجم إلى اللغة العربية إلى كل الذين تقلقهم أو تثيرهم الانحرافات الفكرية لبعض الوجوه المعرفية في حقل العلوم الإنسانية والاجتماعية، لأن علماء الاجتماع مثل غيرهم من الباحثين ليسوا محصنين ضد الأخطاء المعرفية التي يمكن أن تحشر أصحابها في متاهات السرديات الأيديولوجية المغالية التي تحول علم الاجتماع إلى نوع من الإنتاج الأيديولوجي النضالي. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أعزائي المستمعين، لازلتم مع إذاعة إرينا الدولية من باريس وحلقة في برنامج نافذة ثقافية. في ختام نافذة اليوم سادتي، كما بدأنا بالشعر، نفرد مساحة أخرى لقصيدة إذا ما أقبل الليل للشاعر الإعلامي أحمد شريف. هذه إذاعة إيرنا. إذا ما عسعس الليل تحاصرني صباباتي، إذا ما عسعس الليل تحاصرني صباباتي، تعيد الفكرة الحيرة على أعتاب مرآتي، تسائلني بشوق خافت باتت مرابعها حسوما مذ أن فارقت روحي حكاياتي. إذا ما عسعس الليل تحاصرني صباباتي، تعيد الفكرة الحيرة على أعتاب مرآتي، تسائلني بشوق خافت باتت مرابعها حسوما مذ أن فارقت روحي حكاياتي. إذا ما أقبل الليل تهدهدني رباباتي، وفي عينيها مزمار يصب الوجع من
التحنان مشكاتي، مواويلا رويناها وحولي بعض أحلام هوت مع العبرات في ذاتي. تمزقني مساءاتي وتقعدني أسير الوج، أرنو مر شكواتي. تبعثرني على الأكوان، تسلمني بلا معنى إلى شطآن مزماري ودمعاتي. تمزقني مساءاتي وتقعدني أسير الوج، أرنو مر شكواتي. تبعثرني على الأكوان، تسلمني بلا معنى إلى شطآن مزماري ودمعاتي. صباباتي ألملمها وأعزف في ربابتها أغاني الود من أشعار آهاتي. تكور في محاجرها حنين مترع الخفقان يشقى في ملاذاتي. أقبل مقلتي صب أفتش عن جدائله مع الخفقان في بستان جناتي. لعل الصبح يأتيني وفي برديه منديل يزيل الدمعة الحرة، فتسجع ملء جفنيها على أغصان فردوس حماماتي. لعل الصبح يأتيني وفي برديه منديل يزيل الدمعة الحرة، فتسجع ملء جفنيها على أغصان فردوس حماماتي. أما وقد صيفت بلابلنا وجف النهر، غاصت في دجى الآمال أفراح النبوءات. بكيت بأدمع حرة أهاجت في شكواتي. أيا قمرا خرافيا، أيا قمرا خرافيا، أما وقد أدمنت مأساتي. فزدني من لظى الأشواق وابحث عن قتيلاتي. أيا قمرا خرافيا، أما وقد أدمنت مأساتي. فزدني من لظى الأشواق وابحث عن قتيلاتي. ستلقاهن في سفر الحجى وأقطاب السماوات. هناك على ربى الأفنان واحدة تغازل شعرها المكحول مخضلا أميراتي. تلامسها بماء البوح والحناء أخوات النسيمات. وأخرى تفرش الأزهار، تنثر للأولى عبيرا من فتوحاتي. وأخرى تنفث الأشعار مغزولا كما يغفو على أقواس معزفه أنين الناي في همس المساءات. حواليها تدور الشمس تشرق من أعنتها عذار الحي، تمسح عينيها الكحيلات. أجيئك يا بوح الدنان تكور في طفولته على قمر يماني أطل السحر منها في أغرداتي. وهاج الشوق معسولا يمازح شقوة الأحلام، يرقب طل بسمتها لجمع الشمل بعضا من أخياتي. فأترع من بريق العين سهم اللحظ، ساقته إلى قلبي بعينيها الكحيلات. إذا ما عن لي قمر وحل السعد في مدرمان، يحييني قتيلا حيث الطل مسدول ومغزول، بعين الشعر سجع النثر والأجفان تهديني أمان تبسط الآمال للآتي. وجه البدر يشقيني ويجعلني أسيرا بعثر الأفراح في جلالته، وشل الود إرضاء تربى ملء السمع من خيري ونقماتي.
إذا ما عن لي قمر وأضوى صمت أناتي تعجب كل الكون في خيري ونقماتي. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. أيها الإخوة المستمعون، كنتم مع حلقة في برنامج نافذة ثقافية. حتى نلتقيكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج وغيره، تقبلوا تحيات محدثكم أحمد شريف، مقرونة بتحايا الزملاء فتحي عثمان وبنيام سمعون. السلام عليكم، إلى اللقاء. هذه إذاعة إرينا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم مجددا، وفيما يلي أقدم لكم موجزا لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. مبادرة إثيوبية لإحياء العلاقات الإريترية القطرية. أفادت مصادر دبلوماسية لإذاعة إرينا بأن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد قدم لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني مبادرة لإحياء العلاقات الإريترية القطرية وإعادة جهود الوساطة القطرية لحل الخلاف الجيبوتي الإريتري. إيران تسحب سفيرها من كينيا. أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسم بأن بلاده سحبت سفيرها من كينيا. وجاء هذا القرار الإيراني على خلفية حكم كينيا على مواطنين إيرانيين 2 بالسجن مدى الحياة بتهم الإرهاب والانتماء إلى حرس الثورة الإيراني. استقالة مفاجئة لديكتاتوري كازاخستان. أعلن في كازاخستان صباح يوم الثلاثاء الماضي عن استقالة الرئيس صاحب القبضة الحديدية في البلاد نور سلطان نزاربايف، ولم يفصح الرئيس المستقيل عن أسباب تركه للحكم. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كان هذا تذكير بأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفي الختام أذكركم أيضا مستمعي ومستمعات الأفاضل بأنكم يمكنكم دوما الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجكم متابعات والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا، لكم من زميلي أحمد الشريف ومني محدثكم فتحي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. إذاعة إرينا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرينا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس.